السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يهدي الله فهو المهتدئ ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إسرائيل وتكوين إسرائيل الكبرى. هتلاقوا في ناس كتير جدا بيتكلموا على إن إسرائيل الفترة الجاية هي المفروض إنها مخطط ليها تبقى إسرائيل الكبرى. من الناس اللي تسمعهم بيقولوا كده أبو إسماعيل، حازم أبو إسماعيل، كان بيقول إن المفروض من 2010 ل 2020 هو ده 10 سنين المفروض منوط بيهم تكوين إسرائيل الكبرى. هتلاقوا الشيخ عمران حسين، الشيخ عمران حسين بيقول ان المفروض احنا داخلين في طور تكوين اسرائيل الكبرى. طيب طالما كلنا دلوقتي المفروض لو احنا شفنا الناس اللي هم عموما السياسيين والعالميين والعلماء الدين والكلام ده، لما نلاقي كل الناس ماشيه بتقول ان في اسرائيل الكبرى المفروض تتكون، المفروض تتكون ازاي بقى؟ هنلاقي ان الشيخ عمران حسين رايه ان اسرائيل المفروض هتعمل ضربه عسكريه قويه جدا للمنطقه العربيه كلها، بحيث تقدر يعني تمد حدودها، وفي نفس الوقت لو عملت كده يبقى ساعتها العرب هيشوفوا ان هم ما لهمش اي طاقه باسرائيل، وساعتها تبقى اسرائيل دوله عظمى في المنطقه. وحقيقه الكلام ده لما درسته لقيته كلام ما ينفعش وما يصحش، وان في استراتيجيه اسرائيليه موجوده، الاستراتيجيه دي بتطبق، والاستراتيجيه دي ليها عوامل نجاح كتيره. من عوامل النجاح دي حاجات الله عز وجل نبهنا ليها في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا ليها في السنة. وهنلاقي ان الواقع لو احنا حللناه تحليل منطقي بحت هنلاقيه بيقول لنا نفس الكلام، ان ده الكلام ده اللي بيحصل دلوقتي. فالفيديو ده بوعدكم فيه اللي هيتفرج عليه باذن الله سبحانه وتعالى هيبقى عنده رؤيه للموقف عامل ازاي، هيقدر هو يقول فعلا ده اللي بيحصل كذا وده اللي بيحصل كذا. وانا مش بقول لك تعالى صدق فلان او صدق علان، انا بقول لك انت لوحدك شوف الاحداث، هل الكلام ده بيحصل ولا ما بيحصلش. شوف لو فضلنا بالحال ده هنوصل لفين. شوف هل اسرائيل بتدعم الموضوع ده ولا لا، ولو الكلام ده فضل مستمر هل اسرائيل هتبقى دوله عظمى في المنطقه ولا لا. تعال الاول كده نتخيل مع بعض، هل الثوره السوريه لو نجحت ايه اللي ممكن يحصل في سوريا؟ هتلاقي ان الناس كلها بتجمع سواء مع الثوره السوريه او ضد الثوره السوريه، ان سوريا ساعتها هيحصل مذابح من الجيش السوري الحر ضد الشيعه، لان هم شايفين الشيعه والعلويين هناك هم السبب اللي بيحصل فيهم دلوقتي. الجيش السوري الحر نفسه مش عباره عن جيش موحد ليه قاده موحدين، لا ده هو عباره عن فصائل. الفصائل دي كل يعني ده ممكن يبقى من ليبيا، ده جاي من افغانستان، ده جاي من مصر، ده من منشقين من الجيش السوري ذات نفسه، فصائل كتيرة جدا. فالمتوقع بعد سقوط، لو حصل سقوط لنظام بشار الاسد، ان سوريا هيحصل فيها مذابح من السنه ضد الشيعه. وفي نفس الوقت الشيعه هيدعموا من حزب الله ومن ايران عشان هيضربوا السنه. وفي نفس الوقت في كمان الاكراد ممكن يبتدوا يفكروا هم كمان، او ده الطبيعي ان هم هيبتدوا يطلبوا حصتهم من سوريا. فهتلاقي متوقع ان الدوله السوريه هتتقسم 4 اجزاء: جزء سني، جزء شيعي، جزء كردي، وجزء اسرائيلي. طيب لو الكلام ده حصل، اسرائيل هل المفروض هتحاربهم؟ لا، مش دي استراتيجيه دوله عاوزه تبقى دوله عظمى في المنطقه. دوله عظمى يعني مش بس دوله قويه، لا يعني هي قبله الناس اللي حواليها. عندك امريكا وعندك روسيا، حتى هنفترض ان روسيا وامريكا في نفس القوه العسكريه، القبله بتاعتك فيهم مين؟ يعني ايه القبله بتاعتك فيهم مين؟ مين لما بتبقى معكش فلوس بتروح له؟ مين هو اللي مسيطر على استراتيجيات المنطقه من فلوس، غاز، بترول، سلاح؟ مين اللي عنده قوه في التاثير في العوامل اللي بتقوم عليها دولتك؟ هو ده بيبقى ساعتها هو الدوله العظمى على الاقل بالنسبه لك. فعشان اسرائيل تبقى دوله عظمى مش هتحارب الدول اللي اتقطعت دي خالص، بالعكس هتدعمها عشان يحاربوا بعض. تدعم، تقول للسنه والشيعه والاكراد بتضربوا في بعض، طب ليه بس يضربوا في بعض وانتم بتخسروا؟ طب تعالى يا حبيبي كل واحد بقى لوحده كده، انت صاحبك بيضربك يا حرام، طب خد بقى السلاح ده وخد الفلوس دي روحوا اضربوا بيها. ويروحوا للشيعه نفس الكلام، ويروحوا للاكراد نفس الكلام. ساعتها هيبقى قبله الثلاث دول المتكونه من سنه وشيعه واكراد هم مين؟ اسرائيل. قبلتهم ليه؟ لان هو عشان يقدر يستعين على عدوه اللي هو الدوله الصغيره اللي جنبه اللي بتحاربه وهو بيحاربها،
لازم يروح لاسرائيل عشان ياخد منها الدعم، سواء سياسي او سواء اعلامي او سواء مادي او سواء بالتسليح. لو فضلنا على الحال ده، هل في سيناريو تاني؟ هل متوقع اي سيناريو يحصل تاني؟ دي حاجه. طيب هل الكلام ده ممكن ينجح؟ هل الله عز وجل ممكن يسيب الدول بتاعتنا كده يحصل فيها كده؟ هنلاقي الله عز وجل نبهنا في القرآن ان في الحالة دي هيسيبنا. ازاي؟ الله عز وجل بيقول ايه في القرآن؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني هو بيحذرنا، بيقول لنا ان تنازعنا هو سبب فشلنا وهو اللي ممكن يضيعنا تماما. طب في حاجة تانية في القرآن والسنة بيقولوا كده، هنلاقي النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل ان هو لا يسلط علينا عدوا من غير انفسنا يستبيح بيضتنا. يعني ايه؟ يعني ما يستبيحش بلادنا. فالله عز وجل وعده ان لو الارض كلها اجتمعت على المسلمين مش هيقدروا عليهم الا حتى يكون بعضهم يهلك بعض وحتى يكون بعضهم يسبي بعض، وانما اخاف على امتي الائمه المضلين. النبي صلى الله عليه وسلم بيخاف على الامه من الائمه المضلين اللي هم هيتصدروا مشهد اقتتال المسلمين. ده من القران ومن السنه. الله عز وجل بيقول انا اضمن ليكم مفيش حد يقدر عليكم الا لو انتم اللي ضربتوا نفسكم. مش حق. والقران الله عز وجل بيحذرنا ان سبب يعني ذهاب ريحنا يعني انتهاء الدول الاسلاميه، يعني ينطبق عليها كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم على اخر الزمان ويقول عدتم من حيث اتيتم. نبتدي نبقى تاني المجموعه القليله الغرباء بعد تفتيت الدول الاسلاميه. طب ده بالنسبه لسوريا. هل الكلام ده حصل في التاريخ الاسلامي؟ يعني هل في دول اسلاميه ابيدت تماما نتيجه الكلام ده؟ حصل فين؟ في الاندلس. ملوك اوروبا قعدوا يدعموا مين؟ قعدوا يدعموا المسلمين اللي كانوا موجودين في اوروبا، يدعموهم عشان يحاربوا بعض. بقى كل دويله مسلمه عشان تقدر تنتصر على الدويله المسلمه الثانيه يعملوا ايه؟ يروحوا الملك من ملوك اوروبا يقول له دعمنا في ضربنا للدوله دي، فيدعمهم. فيفضلوا يقووا في ده ويقووا في ده ويخلوا ده يضرب ده وده يضرب ده، لغايه ما الاندلس فضلت تاكل نفسها والمسلمين يموتوا بعض، لغايه ما بقى فئه مسلمه قليله ملوك اوروبا دخلوا وابدوها. طيب طالما التاريخ بيعيد نفسه كده، وعلى فكره قبل بس ما اكمل يعني انا كنت شفت رؤيه كانت غريبه. يعني كنت شفت مبارك جاي لي في الحلم، الرئيس السابق مبارك جاي لي في الحلم بيحذرني ان الوضع اللي بيحصل دلوقتي زيه. قال لي اسم بلدين او دويلتين ما سمعتهمش قبل كده، بس وقع في نفسي في الرؤيه او يعني وانا بقوم من المنام او كده ان دي حاجه في الاندلس. فقعدت اقارن وافكر واشوف، لان كنت سمعت تاريخ الاندلس قبل كده، فلقيت فعلا ان الفتره اللي احنا فيها دي تشابه الفتره دي، وان الرؤيه اللي عز وجل اللي فيها بيحذرني ان الفتره اللي بعد مبارك ممكن يكون ده حاجه مؤهله لحدوث نفس الفتنه. هل الكلام اللي انا بقوله ده معناه ان فعلا كل دول الاسلام هتنتهي وتنهار نتيجه ان الاستراتيجيه اليهوديه قويه جدا، نتيجه اقتتال المسلمين الشديد ده، نتيجه ان لو فضلنا بنفس الترند ده هل في النهايه كل الدول الاسلاميه هتنهار؟ لا والله مش بقول كده، انا بقول احتمال كبير لو فضلنا بنفس الاسلوب هتنهار. بس في حل، وحل الله عز وجل اتمنى الله عز وجل يمكنني ان انا اقدر اوصله لاكبر عدد من الناس. وخليكم معايا صفحه الهدايه في فتح النهايه، هتلاقوني كل فتره بنعمل حلقات بالذات اسمها من الاخر. لو لقيت كلمه من الاخر يعني اعرف ان شاء الله الحلقه دي مراد ليها انها تكون فيها كلمه الفصل في موضوع معين. كلمه الفصل دي معناها ايه؟ يعني يكون في حاجه فيها بينات انت تقعد كده تفكر فيها وتسال اللي انت عاوز تساله، وهات واحد في الدنيا كلها يعرضك في بينه من البينات اللي هتسمعها في الحلقه دي ويقول لك لا الكلام ده مش مظبوط. طيب بالنسبه لمصر ممكن يحصل ايه؟ بالنسبه لمصر، مصر من التشالنج او من التحدي قدام اليهود ان ما فيهاش غير قوه مسلحه واحده وديانه او مذهب في الديانه كمان واحد اللي هو المذهب السني.
طيب عشان يقدر يعمل كده يعمل ايه؟ انا هقول لك تخيل، مش هقول لك عشان ما نخشش في اطار التخوين، لو انت ممكن ليك انتماء معين او بتثق في ناس معينين، انا مش عاوز دلوقتي نقرب من النقطه دي، انا عاوز اقول لك تخيل معايا الاتي. تخيل انت عندك مجموعات جهاديه في سيناء، المجموعات الجهاديه دي بتدعم بطريقه غير مباشره من اليهود مثلا عشان تعمل عمليات ضد الجيش المصري عندك، مش عشان عن طريق الجهاديين دول فاكرين هم بيتعاملوا مع اليهود، لا، عشان في وسايط اليهود بتستخدمها لدعمهم هم في الوقت اللي هم عاوزين يعملوا فيه عمليات ضد الجيش المصري. فيبان ان سيناء دوله مصر او يعني مكان الجيش المصري مش قادر يحافظ فيه على الامن وفيه فوضى. بعد كده تلاقي ان حصل اي حاجه، فحماس قدرت تاهل اهالي غزه ان افضل حل ليكم ان انتم ما تقعدوش في غزه وتروحوا تقعدوا في سيناء، وحماس تنتقل مع اهل غزه لسيناء. فهل الكلام ده في مصلحه حماس؟ هيبقى في مصلحتها كتير جدا لو جاي لها دعم من قطر مثلا فلوس. لو هم هيبقوا في ظروف معيشه افضل وهيبقى ليهم سلطه اقوى. ليهم سلطه اقوى ليه؟ اللي هم ساعتها هيقربوا من ملك مصر، اللي هم يبقوا هم اللي متملكين السلطه في مصر. دي حاجه. اسرائيل هتفرح؟ طبعا هتفرح لسببين. اول سبب، خدت فلسطين سلمى تامه، خدتها شكرا، مقاومه عندها مفيش اي مقاومه خلاص عندها، هجرت الفلسطينيين بره سيناء، امنت بلدك، بتكون اسرائيل الكبرى براحتك، وابتديت، ده رقم واحد. رقم اثنين، ابتديت تحط قوه مسلحه ثانيه في مصر، تبتدي تعمل شغل عشان تعمل فتنه بينها وبين الجيش المصري، وتبتدي تدعم فكره الحرب زي ما بيحصل في سوريا بين اسلاميين او سنه وشيعه. هنا يبقى عندك اسلاميين وجيش مصري، ساعتها هيسموه علماني، يسموه زي ما هم عاوزين. ويفضل نفس الفيلم يحصل تاني، ومصر تتقسم تاني، ونعمل دولة للحمسوية، ودولة مصرية، ودولة قبطية، ودولة نوبية، ودولة مهلبية. لو فضلنا بالحال ده ماشيين في نفس الطريق، مفيش حاجة قالت لنا اقفوا هنا ستوب، ما ينفعش تكملوا نفس الطريق. هو ده مستقبلنا. مستقبلنا ان احنا كجيل من أسوأ أجيال الأرض. جيل، أنا شايف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيستعيذ إنه يدرك جيل معين كان بيقصد الجيل ده، اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ بيقول إيه؟ اللهم إني أعوذ بك أن يدركني زمان قوم لا يتبعون فيه العليم ولا يستحيون فيه من الحليم، قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب. ناس بيتكلموا عربي، متاثرين بالغرب جدا، عاملين زيهم بالظبط. الفاظهم قبيحه، ما بيحترموش، يعني حتى الشخصيات الحليمه والناس الهاديه المحترمه ما بيحترموهاش، والشخصيات اللي عندها علم ما بيسمعوهاش، بينعقوا باي شيء. اسوأ حاجه تعملها دلوقتي اللي انت تمشي في وسط شارع ورسوم عربيه عشان تتشتم، عشان تتهزق، عشان الناس تجهل عليك، عشان تتهان. ما تقوليش شرطه، انا بكلمك على شعب. انا مش هنافق الناس، انا بقول يا ناس احنا مفتونين، احنا اخلاقنا سيئه، احنا المشكله فينا، احنا بندمر تعب انبياء واصحابه وناس كونوا دول عشان في الاخر نعمل نظريه الفوضى الخلاقه وننجحها. نظريه الفوضى الخلاقه اللي هي اعمل فوضى في سوريا وفي مصر وخلي الناس تقاتل بعضها، ومع كل ما الفوضى تشتد كل ما الناس يبقوا عاوزين امن وعاوزين سلاح وعاوزين فلوس وعاوزين يعني اي حد يرجع النظام تاني، ساعتها يتوجهوا لاسرائيل فيعملوا فوضى فتسبقها فوضى عندنا خلاقه عندهم. تلاقي اسرائيل رقعتها عماله تمتد واحنا عمالين ننهار. هي دي استراتيجيه الفوضى الخلاقه، هو ده اللي بيحصل دلوقتي. يا ترى انت مشارك بتعاود اسرائيل قد ايه وانت بتدفع الفتنه وعمال تسخن او تشتم او يا ترى بتساعدهم قد ايه؟ يا ترى هيبقى اثمك عند الله عز وجل قد ايه لو انت كنت من الناس اللي بيدعموا الفتن؟ وعدتم من حيث اتيتم وعدتم من حيث اتيتم ويا حسرة على العباد.
ان شاء الله في صفحه الهدايه في النهايه. خليكم معانا، هتلاقوا ان شاء الله حلقات اللي هي حلقات سلاح من الاخر. مره هنتكلم على سوريا ونقول حقيقه اللي بيحصل بالظبط ايه، برضه بينات انت مهما كنت انت هتقول ان شاء الله هي كده. وحقيقه موضوع تطبيق الشريعه الاسلاميه، يعني ازاي نطبقه ونطبقه امتى، وايه احكام الشريعه اصلا اللي بتقول لنا هنطبقه، المفروض نعمل ايه عشان ما نقعش سواء في الغلو او في التفريط، لان الموضوع خطر جدا. المفرط ممكن يكفر بالله، واللي عنده غلو ممكن يستحل دماء المسلمين واعراضهم، فده غلط وده غلط. الخروج على الحاكم، انت في حاجه اسمها خروج على الحاكم بتبقى مشروعه، وامتى الخروج على الحاكم محرم. خروج العام على الحاكم ليه محرم؟ تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.